اهي دي بقى اسهل واسرع وصفه بيتي بالسمنه تقدروا تعملوها بكل بساطه باربع مكونات وبدون بيكنج باودر. ولو بتقابلك اي مشكله في عمايل البيتي ان شاء الله هتلاقي رد عليها في الفيديو. يلا نسمي بالله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام ونبدا مع بعض نعمل الوصفه خطوه بخطوه. اول حاجه دي كوبايه من السمنه، انا سيحتها من العلبه وعيرتها في كوبايه الشاي اللي في المطبخ ودخلتها التلاجة نص ساعه قبل ما اشتغل، وبعدين فضيتها وضفت عليها نص كوبايه من السكر البودره. طبعا لازم في الوصفه النهارده السكر يكون بودره. بالمضرب السلك اليدوي او بالمضرب الكهرباء الاتنين هيدوا نفس النتيجه، الفرق مده الضرب. طبعا المضرب الكهرباء بينجز بسرعه، لكن المضرب السلك هياخد منك شويه وقت، بس برضه هي نفس النتيجه. بس انا عشان عايزه اخلص بسرعه فاستخدمت المضرب الكهرباء. المهم تديني النتيجه انك تضربي السمنه مع السكر لحد ما يبقوا بالشكل ده ناعم كده وقوامهم سايل شويه وشبه الكريمه، بس طبعا مش متماسكه، تحس ان هي لونهم مفتاح، وطبعا لون السمنه ما عادش اصفر بقى ابيض بالشكل ده، واندمجوا مع بعض كويس جدا. اوعي تضيفي اي مكون تاني غير لما تضربيهم مع بعض ويبقوا بالشكل ده. هنزل عليهم ببيضايه تكون بدرجه حراره المطبخ وشويه فانيليا. ليه بقى البيضه تكون بدرجه حراره المطبخ؟ عشان البيضه لو ساقعه هتجمد السمنه وهتفصل من السكر. بعد ما البيضه تختفي بشويه الفانيليا السايله او البودره، انا مجهزه كوبايتين ونص من الدقيق، كوبايتين ممسوحين ونص كوبايه، ده المقدار بالظبط اللي اخدته معايا العجينه، كوبايتين ونص من الدقيق ورشه ملح. ما ضفتش بيكنج باودر خالص. طبعا قلبت الاول بالمعلقه كده او بالاسباتيولا لحد ما اول كوبايه اختفت، ونزلت بالتانيه وهكذا بالنص كوبايه التالته. اخدت بالظبط كوبايتين ونص. انا بادئه بمقدار صغير عشان دايما بقول لكم لما تعملوا حاجه لاول مره تجربوها ابداوا بمقدار صغير عشان لا قدر الله ما فيش حاجه تبوظ منكم. بعدين ببدأ ان انا اول ما الدقيق يختفي بتلاقي العجينه نضفت، بس بتلزق في ايدك اللي بتعجني بيها شويه صغيرين، بس ايدك التانية النظيفه مش بتلزق فيها نهائي. كده العجينه بتاعتك مظبوطه، ما تزوديش دقيق اكتر من كده. شغلت الفرن عشان يبقى سخن قبل ما البيتيفور يدخل، وهبدأ ان انا اجهز الادوات اللي هشكل بيها. ده التيب اللي هو بتاع بلح الشام بس شكله صغير، ده مكتوب عليه 5 اف تي، في منه 6 وفي منه 7 طبعا مقاسات، بس المقاس ده بيبقى حلو جدا في البيتيفور. ده شكله عشان سألتوني عليه كتير. وده شكل تاني منه نفس الشكل بس مقاسه كبير شوية، بستخدمه في البسكوت، عملته قبل كده مع حضراتكم في وصفة بسكوت، وبستخدمه طبعا في بلح الشام. الاتنين دول تقدري تشتغلي بيهم، ده هيديكي وردة صغيرة او متوسطة وده هيديكي وردة كبيرة. وده الكيس ده مش كيس، ده كيس حلواني، مش استخدام مره واحده، ده متعقد يعني يعني تستخدميه كذا مره. الكيس ده بيتغسل وتستخدميه كذا مره. الكيس ده ب 15 جنيه يا جماعه، حلو قوي. كيس كده عامل زي المشمع، بتقدري ان انت تستخدميه. وطبعا لو مش مقدره انك تشتري كيس الحلواني لان ثمنه طبعا الكيس الحلو الاصلي بقى ثمنه غالي، فتقدري تشتري الكيس المشمع اللي هو ابو 15 جنيه، ده استخدام متكرر. على طول باخد العجينه وبحطها في الكيس، بس طبعا بحط التيب وبفتح على قد بوز التيب، بس ما توسعش الفتحه عشان العجينه ما تخرجش. وبجهز الصواني، وزي ما قلت لكم شغلت الفرن طبعا، وببدا ان انا اقطع البيتيفور بالشكل ده. انا ماسحه الصواني مسحه زيت صغيره خالص، وممكن كمان ما تمسحهاش مسحه زيت. رصي على طول البوتيفور ما فيش اي مشكله. بتضغطي من فوق القمع بالظبط، ما تاخديش كل العجينه وتدوسي على الكيس كله، عشان لو دوستي على الكيس كله وانت بتضغطي العجينه لا قدر الله العجينه هتسخن منك والسمنه هتلاقيها عامت. بصوا انا بضغط ازاي. هنا وضحت اكتر ان انا مش ماسكه العجينه اللي فوق، ماليه الكيس بس ماسكه الحته من فوق اللي هي اللي بتنزل منها، بس حته صغيره بس اللي تضغطي بيها. اول ما تخلص بتسحبي من فوق حته تانية، لكن ما تحطيش ايدك كلها على كيس العجينه عشان السمنه ما تفصلش. ولو لقيتي ان السمنه عامت كده وبدات تبان، يا نوع الدقيق بتاعك وحش يا اما العجينه سخنت منك، وكده طبعا بعد ما تخلصي وتخبزي هتلاقيه ناشف جدا. فخلي بالكم علشان السمنه ما تفصلش منكم. طبعا الجو حر، اشتغلي في مكان جيد التهويه. لو المطبخ بتاعك سخن خدي الصينيه بتاعتك والعجينه واشتغلي بره المطبخ في مكان جيد التهويه. بندخله على الرف الاوسط درجه حراره 180، بيقعد 15 دقيقه بس. 15 دقيقة بس. طبعا ما حطيناش بيكنج باودر يا ميادة، ما هي مادة الرفع بتاعت حضرتك ضرب السكر مع السمنة اللي في الأول، هي دي اللي هتخلي البتوفراية معاكي دايبة وناعمة وهشة، وفي نفس الوقت يعني مش قادرة أقول لكم طعمه حلو قوي. لو جربتوه بالسمنة مش هتعملوه تاني بالزبدة. ولو حابة ناعم أكتر انزلي بصفار بيضة، بلاش البيضة كاملة. جربوا الوصفة وإن شاء الله تعجبكم، وما تنسوش لو عجبتكم تشاركوها، وما تنسوش تحطوا لايك وتعليقاتكم الحلوة اللي بتفرحني، واشوفكم إن شاء الله في فيديوهات تانية في حفظ الله ورعايته.